بامية يعني احنا في حتة تانية. احلى بامية على البوتاجاز هتعمليها معايا باذن الله بطريقة سهلة وبسيطة، والنتيجة هتدعيلي عليها من كل قلبك. هقول لك كام تركاية تخلي معاكي البامية كده طعمها حكاية، وخصوصا لما تكون مجمدة كأنك جايباها لسه فريش وطازة. مكعبات اللحمة دايبة دوب كده ومستوية. هقول لك برده ازاي تبقى مظبوطة معاكي كده. نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حتى لو مش هتستخدمي فيها لحمة هيبقى طعمها حلو من ايديكي اكيد. هنا بقى، هنا اللحمة لو هتستخدمي لحمة، وعلى فكرة تنفع كمان في صدور الفراخ، هتبقى طعمها هايل. ما توقفيش نفسك على حاجة، المتوفر عندك اعمليه، ومن غير خالص برده هيبقى طعمها زي ما اتفقنا حلو. انا هنا بقى هقطع اللحم مكعبات معايا صغيرة زي ما انتم شايفين بكل سهولة كده قطعتها خلاص. هنا شايفين بحاول اوريكم المكعبات مش كبيرة قوي. وهنا بقول لكم ان اللحمه اللي تنفع مع الباميه لازم يبقى فيها نسبه من الدهون علشان يبقى طعمها احلى، ما تبقاش حمرا صافي كده. طاسه بقى على النار او صينيه، نزلت بشويه زيت. اول تركايه بقى معايا كام واحده كده من المستكه، هتبداي كده تحطيهم مع الزيت ويسيحوا يعني، هيدوكي ريحه كده وطعم مميز لطاجن الباميه. وانا دايما للي متابعيني بيعرفوا ان لما باجي اشوح اي لحوم بعمل الحركه بتاعت المستكه دي، بتفرق قوي في اللحوم صدقوني. اول بقى ما بتبدا تاخد لون معايا، اهم حاجه تبقى نار عاليه خالص، وتبقى مكعبات اللحمه مش فوق بعضها، لا تبقى جنب بعضها علشان ما تنزلش السوائل بتاعتها. دي مهم جدا. رشه من الفلفل الاسود علشان زفاره اللحوم، وبشر جوز الطيب دي بتنقلها معاكي برده في حته تانية. هنا اول ما بتاخد معايا الدرجه دي كده انا مش هحروقها، تاخد اللون ده هطفي على النار. حله بقى على النار، شويه زيت. التركايه التانية الدهن بتاع اللحمه ده انا مسيحاه ومحتفظه بيه عندي في التلاجة، بيفرق قوي معايا بقى في الباميه. واي خضار تاني بتسويه مثلا زي البسله او صينيه البطاطس، الحاجات دي بتفرق قوي للناس اللي بتحب تسوي الخضار بالدهن. ما بتحبيش تستبدليها بسمنه عادي، مفيش اي مشاكل. هنا البصله اول ما بتاخد معايا لون ذهبي فاتح، هنزل بقى بكام فص من التوم كده مفرومين. اول ما بتشم ريحه التومه معايا هنا قرنين فلفل مخرجه البذر منهم ومقطعاهم زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه. وبعد كده بهاراتي كزبره وكمون وفلفل اسود وبابريكا. مش هستخدم اي بهارات تانية علشان احس كده بطعم الباميه من غير بهارات كتير. اول ما تحمصي كده برضو البهارات زي ثانيتين برضو، وريحه البهارات بتفرق معاكي. معايا طماطمايه مقطعاها مكعبات وشايله القشر بتاعها. الطماطمايه دي هتفرق معاكي، هتقل معاكي الصوص بتاع الباميه وهتخلي طعمها مميز صدقيني. هنا معايا عصير الطماطم نزلت بيه. عصير الطماطم زي ما احنا متفقين دايما برفعه على النار، الطماطم اللي هستخدمها، وبكوبايه ميه لمده 10 دقائق يغلوا. بعد كده بسيبهم يبردوا وبضربهم في الخلاط وبصفيهم، بيبقى القوام عامل زي الصلصه. نزلت بحاجه بسيطه من السكر تعادل الحموضه بتاعه الصلصه، وبعد كده هسيبهم بقى يتسبكوا على نار هاديه. المرحله اللي جايه دي مهمه جدا. انا طبعا ما استخدمتش ملح، هقول لكم امتى هستخدم الملح دلوقتي. التركيبه برده المهمه جدا، بتخرجي الباميه من الفريزر مباشر كده. هنا دي الجريل اللي انا شوحت فيه اللحمه. بنزل كده بخرج الباميه وبنزل بيها على طول في الجريل كده وعلى نار هاديه خالص لغايه ما يفكك معايا. هنا بقى اتسبكت معايا الصلصه، نزلت بقى باللحمه. تقدري زي ما اتفقنا تستخدمي مكعبات من صدور الفراخ وتستخدميها بنفس الطريقه. هنا بقى اهم حاجه عندي النار تكون هاديه خالص، وتسيبي كده الباميه تتفكك براحتها علشان انتي ما تهريهاش بالمعلقه. هنا ما شاء الله اللهم بارك فككت معايا تماما. لو عليت النار هتتحروق معاكي ومش هتتفكك. شايفين بقى كده كانك جايباها وفريش بالحركه اللي انت عملتيها دي. انا اعرف ناس كتير بتاخدها مجمده كده وتنزلها على طول مباشر في الصلصه، لا، اعملي الحركه دي هتفرق معاكي. زي ما احنا عارفين اللحمه بتاخد سوى اكتر من الباميه، فانا هسويها تلتين سوى الاول. اهم حاجه تنزلي بميه تكون مغليه. في العموم لما تكوني بتسوي اي خضار على النار ومحتاج منك ميه، الميه تنزلي بيها تكون مغليه مش ميه من الحنفيه مباشر، بتفرق معاك صدقيني في طعم الحاجه اللي بتسويها، وبتسرع معاكي كمان الميه المغليه في تسويه الحاجه على طول. هنا بقى اللحمه كانت يعني بختبرها كده لسه ناقصها سوى، فهتكمل بقى بقيه التسويه بتاعتها مع الباميه. وعلى فكره برضو حابه اقول لكم ملحوظه، لو هتستخدمي صدور الفراخ هتنزلي بيها مباشر على طول الباميه مع صدور الفراخ، لان هياخدوا تسويه قد بعض، لكن اللحمه تختلف. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك، سبت الباميه كده تاخد وتدي مع التسبيكه، وبعد كده بدات بقى ازودها شويه ميه صغيرين مغليه. الخطوه اللي جايه دي بقى اختياريه، حابه تستخدميها براحتك، مش حابه تحطيها في طاجن وتاخد يعني طعم الطاجن، ليك حريه الاختيار، وصدقيني مش هتفرق كتير. هنا دول قرنين شطه برده حراقين حسب الرغبه، علشان من كتر حلاوتها ما ياكلوش منها كتير. خلي بالكم بقى عشان ما تشوش زي انا كنت هنسى الملح فنزلت بيه في اخر لحظه والطاجن في الفرن. فانتي لو هتستخدمي مرحله الطاجن دي
قبل ما تصبي في الطاجن تكوني حطيتي الملح. زي ما قلت لكم انا ما استخدمتش ملح خالص علشان يسرع معايا تسويه اللحمه، فانتوا خلوا بالكم بقى، كنت هضيع نفسي في اخر لحظه. ده اساسي طبعا الملح، اظبطي الملح كده بتاع الحاجه. وزي ما شفت كده قدميها بالف هنا. وفي ناس كتير قوي بتحب تاكلها تاني يوم، يعني بتعمل الباميه وما بتاكلهاش في نفس اليوم، بتحس ان طعمها بيبقى احلى. فاكتبوا لي انتوا في التعليقات من انه ناس بتحبوا تاكلوها في نفس اليوم. واتمنى من كل قلبي ان وصفاتي تنول اعجابكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اشوفكم على خير.